السلام عليكم متابعين ومشاهدين حلويات وملاحة ريما. اليوم حضرت لكم طاجين الشوفلور. يعني هاد الطاجين يجي خفيف ظريف ويجي بنين، والاهم انه ما تعرفوش كامل باللي راكم تاكلوا الشوفلور. نخليكم مباشرة مع الوصفة وطريقة التحضير. نبدأ أول شي بالمرقة اللي غادي نرافقها مع الشوفلور. في مرميطة درت الزيت ودرت طرف تاع الدجاج، ربيت نص حبة بصل مع زوج صوص توم، ودرت طوماط كونسونطري، درت الملح، فلفل أسود، زعفران، سكينجبير والكركم. نخلط كل شي مع بعض ومن بعد نزيد لهم الحمص. هنا الحمص اذا كاستوس ولا كتدبيره، دائما كي تشمخوه ديروه في الكوكوط يتصفر حتى يولي قريب يطيب، ومن بعد عاد روحو كونجليوه باش من بعد يجيكم سهل في الطياب. اذا هنايا بعد ما زدت الحمص زدت ورقه رند ومرقت بالماء سخون، نغلق عليه ونخليه حتى يتجمر. من جهه اخرى نمشي الشوفلور تاعي، هنا عندي راس صغير تاع شوفلور غليته ومن بعد راني نمرسو ونزيدو الملح والفلفل الاسود. من بعد نزيد مغرفه بومبي تاع الفرينه، ونزيد 3 فصوص تاع الثوم اللي ربيتهم، ونزيد المعدنوس، ونزيد الفرomاج يعني كميه معتبره من الجبن، وفي الاخير نزيد 2 حبات بيض، ونخلط كل شيء مع بعض حتى يصبح القوام يعني مثل الكيك. في الاخير راني شتوني زدت شويه ملح هذاك للبيض، يعني باش البيض ما يبقالناش صامت. انا استعملت هذا المول تاع السيليكون وانتم تقدروا تستعملوا اي مول عندكم. نعمرو واللي بقى لي من الكميه يعني زدت كملته في نوع اخر من المول تاع السيليكون. فوالا اذا كي نكمل نعمر كاع المول تاعي نخلو يطيب في الفور حتى يتحمر من التحت، ومن بعد نحمره من الفوق ونطفي عليه ونخليه يبرد. هنا المرقه تاعي شوفوا معايا راها تجمرت، الله الله. نطفي عليها، وهنا بعد ما ديموليت هذاك الشوفلور بعد ما برد طبعا راه في صحن التقديم، ونقدم هذيك المرقه تاعي. اذا درتها حمراء، ما بغيتش نديرها بيضاء. يعني صدقوني هاد البلا يجي بنين بزاف، هذاك الشوفلور يعني يجي طري وما تفيقوش كاع بلي راكو تاكلوا الشوفلور. اذا في الاخير زدت شويه قزبر، وهذا هو الشكل تاعه النهائي. نحاول نقسم معكم حبه. اذا هنا راني نفطر وانا نصور، وبغيت نوري لكم كيفاش القوام تاع الشوفلور تاعنا. شوفوا شحال يجي طري، وهذاك الفرماج يعني يجي صدقوني ولا اروع. اذا هذه الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم ونتمنى تكون نالت رضاكم. نخليكم في رعايه الله وحفظه. صحه سحوركم والسلام.